لمح الحرامي سماعات الأذن على الصبي وشك في الموضوع، لكن الحمد لله الصبي كان ذكي وقطع الاتصال مع الشرطة بسرعة. أول ما سحب الحرامي السماعات استغل الصبي الفرصة وفتح تطبيق الموسيقى كأنه ما صار شيء. الحرامي قال له: طلع جوالك، أبي أتأكد. الصبي كان متجهز، فتح الجوال على نظام ثاني وسلمه له. شاف الحرامي إن كل شيء تمام وارتاح شوي، وقرر يمشي مع الصبي للبيت عشان ياخذ الصندوق الغالي. عندما وصلوا لاحظ الصبي إن اتجاه فتحة المفتاح غلط، وجاته هواجيس إن الشرطة ممكن تكون داخل. عشان كذا وهو يفتح الباب تعمد يسوي صوت. دخلوا وطلع الصبي الصندوق الثمين. الصبي كان يدري إن فيه شرطي متخفي بالزاوية، فتظاهر إن فيه مطر وقع يسكر الشباك، وبالفعل لمح الشرطي وأشار له إن فيه جهاز تنصت تحت الصندوق. فهم الصبي الإشارة واستغل انشغال الحرامي وسحب الجهاز بسرعة عشان ما يحفظ الطريق. أمره الحرامي يعصب عيونه. هنا استغل الصبي الفرصة، وأثناء ما يلبس العصابة دس جهاز التنصت في أذنه، وبعد ثواني جاه صوت الشرطة. أكح عشان أتأكد إنك تسمعني. كح الصبي وتأكد الشرطي. أخذ الحرامي الصبي لشركة الزعيم، وأول ما دخلوا صار تفتيش أمني شديد، وفجأة رن جهاز الإنذار.